المقالة الأسبوع ده عنوانها هل أنتم متدينون حقا؟ طبعا أنا بحاول أناقش فيها بعض الظواهر الدينية اللي موجودة في مصر. وقبل ما أقول هذه الظواهر طبعا عايز أؤكد أن أنا لا أعمم. يعني هذه الظواهر دي بتصيب قطاعات من المتدينين، ولكن طبعا لا أقول ولا أقصد ولا يمكن أن أقصد أن كل المتدينين في مصر لديهم هذه المشاكل. ببتدي المقالة بقصة عجيبة. أحد أصدقائي حكاها لي أنه هو كان جايب والدته فوق ال70 سنة من الساحل الشمالي في عربية، العربية هو سايقها، وبعدين الست تعبت وكان المفروض تاخد حقنة، فوقف عند صيدلية علشان يدي والدته حقنة. فطبعا المنطقة مقطوعة، كان في صيدلي جوه الصيدلية ملتحي رفض ان هو يدي حقنة لوالدة صديقي. صديقي اندهش جدا، قال له لا انا لا ما اديش حقن للستات خالص، دور على واحدة دكتورة ست تديها حقن. فصديقي قال له انه يعني احنا في حتة مقطوعة، وبعدين دي والدتي، وبعدين دي ست فوق ال70، فأصر على الرفض. بربط القصة دي بقصة تانية، انه جريدة المصري اليوم عملت من فترة تحقيق. التحقيق ده عن الناس المستشفيات، الدكاترة والممرضين والممرضات بيعملوا ايه ساعة الفطار. كان تحقيق الحقيقة ممتاز، بس بين شيء مؤسف جدا. طبعا مش في كل المستشفيات، بس في قطاع من المستشفيات بناء على التحقيق اطباء والممرضين او الممرضات بتوع العنايه المركزه واقسام الحوادث، والاقسام دي بتبقى خطيره جدا في المستشفيات، لانها ممكن في اي لحظه يجي شخص بين الحياه والموت. هؤلاء الاطباء بيسيبوا ساعه الفطار، بيسيبوا شغلهم ولمده ساعتين على الاقل عشان يصلوا التراويح. معنى كده ايه؟ معنى كده ان المرضى اللي موجودين بيبقوا مصيرهم في ايد القدر. يعني طبعا ده فهم برضو انا في تقديري فهم خاطئ للدين، لانه لا يمكن مهما كانت صلاة التراويح مستحبة مش ممكن تكون اهم من انقاذ حياة انسان.